السلام عليكم خوتي. فلاديمير بيتكوفيتش يوم السبت يجي للجزائر. انا جبت لكم خبر حصري تسمعوه يعني من دزيرتوب. كلموا في هذا الموضوع في النشره الخاصه. راح نشوفوا يعني اليوم حاجه جديده في ملف فلاديمير بيتكوفيتش اللي قال لك انا عندي مهله نديها واللي هي تاع العطله. اسم الجزائر نتايا يعني ما تقيمش الجزائر. صح انا اللوم ماشي عليك نتايا، اللوم على اللي جابوك، هما يعني اللي خلاونا نلحقوا لهذا الحد وين رانا. يعني فلاديمير بيتكوفيتش يتمسخر بينا ويقول لنا يعني اعطوني مهله حتى نعاود نولي يعني من العطله تاعي. المهم خوتي راح يعني نسمعوا مع بعضنا واش جا في النشره تاع دزيرتوب، لانه تكلم واحد الكلام يعني كلام رسمي. قال لك انه فلاديمير بيتكوفيتش راه جاي للجزائر. دوك نشوفوا يعني واش راح يكون. تتجه الأنظار إلى مستقبل الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، حيث أكدت مصادر دزيرتوب أن الاتحادية الجزائرية لكرة القدم تنتظر الرد النهائي للمدرب البوسني قبل نهاية الأسبوع الجاري لحسم ملف استمراره مع المنتخب الوطني. ووفق المصادر ذاتها فإن بيتكوفيتش كان قد طلب مهلة إلى غاية نهاية عطلته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مواصلة مهمته على رأس العارضة الفنية للخضر. كما ينتظر أن يحل الناخب الوطني بالجزائر يوم السبت المقبل، وسيكون ملزما بالبقاء في أرض الوطن وفقا لبنود العقد المبرم بينه وبين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار النهائي. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. نعاود لكم، قال لك انه فلاديمير بيتكوفيتش هو اللي راح يعطي القرار اسكو نكمل على راس المنتخب الوطني الجزائري ولا ما نكملش. يسمى نتايا راك هنا واش حبيت تقول؟ راك يعني مدرب كبير وراك تسنى من الجزائر يعني حتى تطلب منك انك تواصل مع المنتخب الوطني. عاودوا سمعوا خوتي هذه النقطه هذه بالذات. مهلة إلى غاية نهاية عطلته قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مواصلة مهمته قبل ان يتخذ القرار النهائي فيما يخص مواصله مع المنتخب الوطني الجزائري. شغل حنايا رانا حابينه يواصل مع المنتخب الوطني. انا اللوم على اللي جابوه ماشي هو، لانه هو ماهوش جزائري، لانه هو جا يعني كاين عقد بينه وبين الجزائر باش يعني يدرب المنتخب الوطني الجزائري. نسمعوا يعني على رأس العارضة الفنية للخضر. لا ينتظر أن يحل الناخب الوطني بالجزائر يوم السبت المقبل، وسيكون ملزما بالبقاء في أرض الوطن حسب البوند يعني ريح في الجزائر. اسمع، وفقا لبنود العقد المبرم بينه وبين الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في انتظار الإعلان الرسمي عن القرار النهائي. يعني باش يمد القرار النهائي تاعو يجي للجزائر يمد القرار النهائي تاعو، يعني حسب واش راهم يقولوا دزيرتوب. راكم تسمعوا بوذنيكم يا خوتي. المهم راح نكملوا يعني نسمعوا ياسين معلومي واش تكلم في هذا البلاطو، لانه تكلم واحد الامور يا خوتي تقريبا انا ما عجبتنيش. راح نسمعوا يعني ياسين معلومي واش تكلم، يعني وحدكم راح تحكموا عليه، وحدكم يعني راح تسمعوا واش يقول ونناقشوها مع بعضنا. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، في أمان الله. اللي بإمكانه يحاسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم هي الجمعية العامة للاتحاد الجزائري لكرة القدم، مثل ما يحدث في الأندية. تحب تنحي مثلا رئيس النادي الهاوي ولا هي الجمعية العامة. اليوم سمعت حنا ما ننتقدوش، نشوفوا المنكر راه صاري ونبقاو ساكتين. يعني هذه واش راك حاب تقول يعني ياسين معلومي؟ حنا جزائريين ومن حق الناس كامل تهدر، من حق الناس كامل تهدر في مصلحة المنتخب الوطني ومصلحة البلاد. الناس كامل من حقها تهدر. من رأى منكم منكرا فليغيره. يعني إذا ما تقدرش كاع فبلسانك، ما تجيش تقول لنا نتايا واش نديروا واش ما نديروش. ما كاش اللي يحاسب، حنا ما راناش نحاسبوا، حنا رانا ننتقدوا، رانا نهضروا، من حقنا نهضروا. اليوم نتحدثوا على رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمكتب تاعو والمشاركة. المهم يعني مشاركة المنتخب الوطني كي ولات النتيجة إيجابية وعقبنا للدور الثاني. اليوم نحو بيتكوفيتش لا اسمع نحو بيتكوفيتش لا نحو رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم لا نحو الناس في ألمانيا، الناس في غيز نحي فلان ولا في الإعلام في ألمانيا في ربما 120 سنة بدلوا 10 ولا 11 مدرب. في 110 في 100 سنة نحاو بدلوا 10 مدربين. كان مثلا حنا اللي شفاو لهم مثلا اللي جا في 2006 إلى 2021 مدرب المنتخب الألماني من 2006 قعد حتى 2021. مدرب يقعد 14 سنة 15 سنة عادي جدا. مدرب المنتخب الفرنسي دي ديشان وقعد 12 سنة ولا 16 سنة في المنتخب الفرنسي. احنا اليوم خلاص كاس العالم نطويو الملف ونروحوا لحاجة واحدة أخرى. اليوم لما تتحدث مثلا على الاتحاد
سمعت ياسين معلومه راك تقولنا انه نخلوا فلاديمير بيتكوفيتش. هذه يعني على حسب كلامك انت راك تقولنا انه مدرب يعني بقى 6 سنين 10 سنين عادي يعني بشكل عادي. احنا ما راناش نقولوا مدرب يبقى ولا ما يبقاش، احنا رانا نتكلموا مدرب ما يخدمش وما يقدمش المنتخب الوطني يحطها ويروح بوان فينال. المدرب اللي يخدم احنا ماذا بينا نخلوه. علاش يعني حابين احنا نخسروا اموال؟ الاتحاد الجزائري لكرة القدم بطولة مشات من البداية إلى النهاية، بطولة القسم الوطني الثاني مشات، بطولة الجهوية إلى آخره روح مشات إلى آخره. بون ربما في نقائص مش نقول لك يعني فينا نقائص ولكن احنا بطولة راهي تمشي بطريقة عادية جدا. ربما فيه بعض النقائص كما قلنا، ولكن بطولة تمشي راهي تمشي عادية جدا. راك تقول انت على لسانك يا ياسين معلومه تقول انه راهي تمشي عاديه جدا. اوكي كمل. الحاجه المهمه انه الاتحاد الجزائري لكره القدم بالمشاركه تاعو في كاس العالم دخل ربما 15 ولا 16 مليون دولار، يعني 10 مليون دولار في الدوحه، بعد 2 مليون ونصف، ومن بعد المشاركه في كاس افريقيا حوالي 15 مليون دولار 16 مليون دولار نظن انه الاتحاد الجزائري لكره القدم هذا لما جاء رئيس الاتحاد هذا والمكتب تاعو لما جاو لقاو 15 مليار في خزينة الاتحاد الجزائري لكرة القدم. 15 مليار يا سي نزيم انه ما تكفيش ربما حتى لصالات على الخدامين. اليوم كاين فائض اولا واسمه في الاموال، كاين الاموال في الاتحاد الجزائري لكرة القدم. الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخبات راح يعني يسيروا بطريقه عاديه بامكانيات كبيره. زيد حاجه واحده انه اليوم لما نتحدث عن المنتخب الوطني احنا ماناش منتخبات بعض المنتخبات الافريقيه لما تجي كاس العالم الاموال. سمعت انت سي نزيم انت راك معد ومقدم تاع الحصه، هل سمعت انه اليوم المنتخب الجزائري فيه ازمه مع اللاعبين حول مثلا اللي اسمه لي بريم دو ماتش؟ انا نقول لك لي بريم دو ماتش تفاهم معاهم رئيس الاتحاد الجزائري لكره القدم مع قائد الفريق رياض محرز وعيسى موندي قبل كاس العالم ربما باشهر. مش حاليا المشكل في الخزينه. باش انا يا ياسين معلومي وشنو المصلحه تاعك يعني في هذا الكلام هذا اللي تقول فيه؟ انا ما على باليش انا الناس كامل تقول العكس، يعني واش راك تتكلم انتيا راني نسمع فيه غير من عندك. صح. الاتحاد الجزائري في 20 25 سنه ما كاينش احنا في الجزائر نحبوا نجعلوا من الحبه قبه، نحبوا نقولوا لانه ماشي نجعلوا من الحبه قبه. حنا رانا نشوفوا الفريق الوطني ما راش يمشي يعني بطريقه سليمه ومن حقنا ننتقدوا. في بداية الفيديو قلت لنا ما تنتقدوش، يعني اللي من حقه فقط يتكلم هي الجمعية العامة. احنا ما راناش نحاسبوا، احنا رانا نتكلموا اللي كاينه ومن حقنا نهضروا، وواجب علينا ندافعوا على المنتخب الوطني، وواجب علينا لما نشوفوها ما راهيش تسير مليح وفي الطريق المستقيم من حقنا وواجب علينا ولازم علينا نهضروا. ديال كرة القدم كانوا خسارة وهذو من اللاعبين متواجدين. بعض الناس في البلاطوهات يسمحوا لي انه انا من حقي اني ننتقد اداء اي لاعب، ولكن لما نكون تقني في مستوى عالي. انا لو يتحدث عن سعداء اللي راح كاس العالم 3-4 مرات من حقه يتحدث انه هو شاف كاس العالم، ضرب في كاس العالم، اشرف على مباريات في كاس العالم مستوى عالي. اليوم اي واحد اليوم يجي يهضر على المنتخب الوطني، خلوا المنتخب الوطني اسمه ترانكيل. ماشي اي واحد جزائري، انا جزائري واللي يتكلم واحد اخر جزائري وهذاك جزائري وكامل رانا جزائريين والمنتخب الوطني تاع الشعب ومن حقنا نهضروا عليه، لانه هذه كرة قدم ما راهيش رياضيات وما راهيش فيزياء وما راهيش كيمياء وما راهيش طب. احنا ما راناش نهضروا في الدين ولا نهضروا في امر خطير، هذه كرة قدم ومن حقنا نهضروا. علاش نتايا لما تتكلم الامر راك تتكلم فيه نتايا ما كاش اللي يحاسبك، ولما نتكلموا حنايا لا لازم تسكتوا؟ باسكو راني نشوف بزاف بلاطوات من هذا النوع يجي يقول لك علاش راكم تهضروا. نبقاو نهضروا لانه منتخب وطني يكون قلبنا عليه، على هذيك اللي رانا نهضروا. الوطني روحنا لكاس العالم تاهلنا للدور الثاني. اسمع، عندنا من 2014 12 سنه احنا 12 سنه ما كانش في كاس العالم. كاين بين نزيم تحدثوا عن المنتخب الوطني بصح ما تحدثوش عن الجانب الفني والجانب التكنيكي. انا واش حبيت سمير، انا واش راني حاب انا لما يجي اليوم من حق اي مدرب يتحدث بما يراه مناسبا، ولكن في حدود المعقول. بصح كاين الناس اللي تقول انه هذا ماشي مدرب، هذا ما عندوش مستوى، هذا مثلا اسمه اخطا في
وصح ما عندوش مستوى. هذا المدرب اعطوني برك يعني حاجه صغيره تبين انه عنده مستوى. لو كان صح جاء عنده مستوى احترافي راهو يعني استقال في لي فيستير ماشي حتى الدقيقه هذه. نزيد لكم عفسه واحده اخرى، لو كان جا صح محترف كيفاش يعني يروح للعطله ومن بعد يقول لك اعطيني مهله انا نرد عليك. انا عمري ولا شفت لاعب كره قدم يعني او مدرب احترافي الاولويه للعطله تاعو. انا هذه جامي شفتها. هذا مدرب غير محترف. لو كان جا يعني فيه ريحه الاحتراف ما يديرش يعني امر كيما هذا. لو كان جا فيه ريحه الاحتراف وروح كره القدم كان يعني ما يجيش يصافح يعني اللاعبين تاع سويسرا اللي فازوا بالمباراه يهنئهم في وجه اللاعبين الجزائريين ويخلي الجزائريين يعني اللي هو مشرف عليهم واللي هو مدرب يعني تاعهم وخالص عليهم يخليهم بهذيك الطريقه. لو كان جا صح عنده الروح الرياضيه. الروح الرياضيه عمرها ولا كانت هاك. وما تجيش تقول لي انه محترف يا ياسين معلومي. ياسين معلومي ما تجيش تورينا يعني احنا واش نديروا في كره القدم. ما تجيش يعني تقول لنا ما تتكلموش وانت اصلا ما على بالكش هذا يعني المدرب هذا اسكو يصلح لكره القدم ولا ما يصلحش. شوف سهل مع منتخب بلاد. شوف سامي انا ربما في الاونه الاخيره تحدثت على الاقل مع 4 مدربين يعني اللي على الاقل اشرفوا على المنتخب الوطني، اخرهم وشيخ رابح سعدان. تحدثت مع لاعبين دوليين سابقين اخرهم بالامس مع موسى صايب. تحدثت يعني باش نعرف كذا يوم ما كانش لاعب يلعب في المنتخب الوطني وما يعرقش في الميدان. ما كاش لاعب يجي المنتخب الوطني ما يحبش يشرف العائله تاعو اولا، المدينه تاعو، ولدي الى اخره في المنتخب الوطني. احنا نتهموا لاعبين ومدرب بالخيانه يا ناس. هذا منتخب وطني نتمنى. شكون اللي راه يتهم في اللاعبين بالخيانه؟ احنا المدرب تكلمنا عليه وراه ماهوش جزائري اصلا. المدرب ما نبقاوش نهضروا عليه باسكو هضرت عليه بزاف في هذه القناه يعني المتابعين كامل على بالهم بلي انه انا راني طايح بزاف على فلاديمير بيتكوفيتش. لكن الامر اللي صح راه يزعجني هذا البلاطوات. هذه البلاطوات المشكله في هذه البلاطوات اللي راك تتكلم. هذه البلاطوات يعني تحسها هي اللي يعني مشكوك فيها، هي اللي ما راهيش ما عندهاش الروح على ما عندهاش اصلا القلب على الفريق الوطني. هذا هو السؤال اللي يبقى دايرني في راسي لما نشوف يعني مثل هذه البلاطوات. والله صراحه نستغرب. المنتخب الوطني نجحنا كامل، واذا فشل المنتخب الوطني فشلنا. انا فقط رسالتي اليوم احنا شاركنا في كاس العالم وحنا الدور الثاني. انا ليا رسالتي الموجهه الى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم والطاقم تاعو اللي هي اننا لازم نتواجدوا في كاس العالم 2030 و2034. هي رساله اليوم خلاص كاس العالم 2026 هما نهضروش عليه خلاص كاس العالم. سمت تبهديله تاع نيجيريا وتبهديله تاع الارجنتين وتبهديله تاع سويسرا وتبهديله تاع السويد وخلي يعني تبادلوا الفضائح تاع مباريات اللي راه دايرهم فلاديمير بيتكوفيتش كامل يعني ما شفتهمش. وراك تقول لنا يعني نواصلوا عادي بشكل عادي مع هذا المدرب. راك تقول لي نهضروا على 2030 2034. شوف ياسين معلومي راك تدافع على فلاديمير بيتكوفيتش بالاخر، راك تدافع على فلاديمير بيتكوفيتش. اليوم كاس العالم نقول قدوسي تاعها. احنا اليوم ماذا بينا نكونوا في 2030 متواجدين في كاس العالم وفي كاس افريقيا 2027 و2028. نتمناو اننا نحققوا نتائج احسن من اللي حققناها في 2025. ما ننساوش حاجه فقط اننا مثلا في دينا كاس افريقيا 2020 مع جمال بالماضي، بعدها خرجنا مرتين متتاليتين من الدور الاول ولينا لربع النهائي. نتمناو انه في النسخه القادمه على الاقل ربما معلومه مش تحليل، هذه معلومه انه بنسبه كبيره 99% انه اللقاء الاول في تصفيه كاس افريقيا المنتخب الجزائري من المنتخب الزومبي راح تلعب بملعب تيزي وزو. لانه نظن انه اللاعبين تاع المنتخب الوطني يعني الاطار العام اللي كان موجود في يعني في تيزي وزو حفز اللاعبين على العوده. نظن حتى بعض اللاعبين يكونوا تحدثوا ربما بطريقه او باخرى مع رئيس الاتحاد ربما مع المدرب حابين يولوا تيزي وزو. نظن انه الاتحاد الجزائري لكرة القدم يعني بنسبه 99% انه اللقاء القادم في افتتاح تصفيه كاس افريقيا 2027 على اللقاء الاول في الجزائر مع 26 سبتمبر واللقاء الثاني امام منتخب. المهم ياسين معلومي هذا يبقى رايك ورايك الشخصي ويمثلك انت. لكن انا لما شفت واش راك تتكلم وراك تدافع على فلاديمير بيتكوفيتش قلت والله صراحه ندير فيديو ونهضر عليه ونرد عليه. لانه يا ياسين معلومي
بالك 50 جزائري كامل راهم ضد فكره فلاديمير بيتكوفيتش ومواصلته على راس المنتخب الوطني الجزائري، الا انت اللي راك تشوف العكس. وكاين بعض البلاطوات يعني اللي راني انا راني داير علامه استفهام من جهتهم، يعني مانيش فاهم كيفاش يعني غير جزائريين انتوما ما كنتش جزائريين. قبل ما تتكلم على اللاعبين وتصفيات كاس افريقيا ويعني مع زامبيا راك تقول انه في تيزي وزو، قبل ما نتكلموا على هذا الامر انا قادر يعني نحط فيديوهات نتكلم على الانتقالات، نتكلم على الميركاتو الصيفي. لكن يا اخي راكم شفتوني يعني ما درت حتى فيديو ولا نص فيديو ما تكلمتش على الانتقالات وما تكلمت على حتى امر، لا على تصفيات لا على حتى شيء. الواحد اللي راه شاغلني حاليا هو فلاديمير بيتكوفيتش، ما رانيش حابه يواصل على المنتخب الوطني. انا لما نحو المدرب ثم راح نتكلموا على امور اخرى، انتقالات اللاعبين، نتكلموا على تصفيات كاس افريقيا في سبتمبر، راح نتكلموا على عوده المنتخب الوطني الجزائري، نتكلموا على اللاعبين الجدد، يعني راح نتكلموا على المنتخب الوطني ونعاودوا نقولوا راح تولي المياه الى مجراها. اما الان مادام فلاديمير بيتكوفيتش على راس المنتخب الوطني الجزائري انا ما راح نتكلم حتى امر فيما يخص كره القدم. لازم هذا المدرب يتنحى اول حاجه.